السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديالي فاطمه زهره. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في عمل بريوات باللوز كيجيو معلكين وناجحين. تبعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه من العقده نتاع اللوز حتى لاخر مرحله اللي هي التزيين. بالنسبه اخواتي للكميه فغادي نديروا كميه قليله اللي هي 250 غرام ان شاء الله تاع اللوز اللي غادي تعطينا كميه او لا عدد نتاع 56 حبه من اللوز. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. اول مرحله وهي اللوز. عندي 250 غرام كيف ما ذكرت، كنوضع عليه الماء اللي تيكون غليان، ما تنغليش فوق النار، واحد الغلوه صغيره كيف ما متعارف عليه، لكن كنوضع عليه الماء كنخليه مغطي مده 10 دقائق. كنرجع نفسخو. اذا ما بغاش يتفسخ معنا كنزولو داك الماء ونضعو شويه ديال الماء سخون عاوتاني كيتفسخ بكل سهوله. كنغسلو مزيان ونوضعو فوق ورق النشاف ليله كامله. كيعطيني هاد النتيجه هادي. كيكون ناشف، ضروري ان اللوز عقده هكذا يعني يكون ناشف مزيان باش ما يخسرش معنا مع المده. غادي نوضعوه في المولينكس نطحنوه كمرحله يعني ثانيه. كيتطحن غير بوحدو اللوز بدون سكر. بالنسبه للكميه تاع السكر اخواتي فكيف ما متصور عندنا كان اللوز مع السكر. هنا غادي نقول لكم ان 250 غرام نتاع اللوز معها 125 غرام نتاع السكر، يعني نص الكميه نتاع اللوز. انا درت فقط 100 غرام نتاع السكر، وكيبقى لكم الاختيار نتوما، يعني على حسب الذوق كتضيفوا السكر. هنا بالنسبه اللوز منين طحناه هذا هو الشكل تاعو. غادي نضيف عليه هاد 100 غرام تاع السكر ونعاود نخلطو كامل، ومن بعد نعاودو نطحنوه للمره الثانيه باش كيتكون عندنا عقده. بالنسبه للاخوات اللي ممكن انهم يعني ما باغينش اولا عندهم كميه كبيره وما بغاوش يديروا في الدار، فتقدروا تزدوه في لي باتيسري الكبار. هما كيديروا في المغرب بالنسبه للناس اللي في المغرب. اما الناس اللي في الخارج راه غادي يديروا ليه الطحنه نتاعو في الدار. كنبقى تنطحن فيه حتى كنحس بالماكينه وقفات، يعني كيتكون عندي عقده كيف ما غادي يوضح معنا في الصوره بهذا الشكل هذا. كيولي عندنا هكا. هنا عندي العقده نتاع اللوز. عندي ازازه زهر، هذه طريقتي. 2 ملعق من ماء الزهر، عندي ملعقه صغيره من زبده. هاد اللوز عندي ميدم بزاف، وعندنا ملعقه صغيره كذلك من الجلوكوز. بالنسبه اخواتي لهاد الطريقه فانا استخدمتها معكم في حلويات نتاع اللوز. هنا كيف ما شفتوا معايا 2 ملعق من ماء الزهر غادي نوضعوا عليهم ازازه زهر. انا كنضيف ازازه الزهر لانها كتعطيني واحد النكهه مميزه ومركزه كذلك للماء نتاع الزهر. فما الزهر كلما وكيفاش تيكون على حسب الشركات. هنا غادي نخليوه واحد المده حتى يذوب معانا. كيف ما شفتوا معايا العقده نتاع اللوز هي هذه. غادي نضيفوا ملعقه صغيره نتاع زبده. انا ما كنضيفهاش بومبي، فهنا ملعقه كذلك صغيره نتاع الجلوكوز اللي كيعطينا ديك التعليكه. اذا ما متوفرش الجلوكوز كنضيفوا النسلي العادي ملعقه صغيره كذلك تكون بومبي. بالنسبه لي انا كنضيف حتى النكهه نتاع روحه اللوز ما بقاتليش، فحتى مشيت جبت ساعات جيت. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يضيفوا النكهه نتاع روحه اللوز ممكن انكم هاد المكونات هادو تضيفوا عليهم راسه الملعقه شويه يعني نتاع المستكه العربيه او المسكه الحره اللي كيف ما تنعرفوا. فبالنسبه للقرفه انا ما تنضيفش، يعني هادو هما المكونات بالاضافه الى الروح نتاع اللوز. كيف ما شفتوا معايا العقده كتجي بهذا الشكل هذا. ما كنضيفوش ماء الزهر غير هكاك عشوائي. خاصنا تكون العقده نتاعنا اولا تاعنا تكون مجموعه بهذا الشكل هذا وواقفه. هنا كيف ما شفتوا معايا منين جبت الروح نتاع اللوز كيف ما واضح، غادي هذيك الغطاء نتاع القرعه غادي نضيف 2 غطاء
في هاد العقده هذه انا ديجا وضعتهم. بالنسبه للكويرات اللي غادي نديرو، بالنسبه للكويرات اخواتي فغادي ندير تقريبا 7 غرام في كل حبه، عينا ميزاننا. يعني انا غادي ندير واحد الورقه كتباع جاهزه في السوبر مارشي، كنسبق لي ودرتها في واحد البريوات بالفرomاج. كيف ما واضح اللوز كيكون ميدم، ضروري اننا نختاروا اللوز اللي تيكون ميدم كيف ما هو واضح. نكمل كامل الكميه. اذا عندكم ميزان تقدروا تعبروها، يعني تقيسوها. يعني 7 غرام عطاتني 56 حبه. هنا عندنا الدقيق والماء. كنعتذر على الصوت تاعي شويه عيان. هنايا هذا هو العجين اولا الورق اللي انا كنستخدمه. بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه فهو على هذا الشكل هذا. تلقاوه في السوبر مارشي، يعني ما متوفرش عندنا الورقه نتاع البسطيله فكنستخدموا هذا. غادي ينفعكم ان شاء الله. كيف ما واضح كناخذوا الكويره كنلفوا عليها، وهنا كنحاولوا اننا كنوزعوا ديك العقده باش نقادوا المثلث. كنبقاو كنلفوا على شكل مثلث وكندفعوا لعندنا، يعني بهذا الشكل هذا واضح. بالنسبه للاخوات اللي في المغرب اكيد غادي نجيبوا الورقه عفوا الورقه نتاع البسطيله اللي لا يعلى عليها صراحه. هي اللي يعني كتليق بدرجه اولى للبريوات. انا هنايا مضطره، فهنا كنوضع في الكيس بلاستيكي. بالنسبه لي هنا غادي نعاود معاكم. كنبقى الجو كان مغيم، معليش اخواتي، يعني ان شاء الله نتمنى انها تكون واضحه. نتمنى انا الاخوات اللي مقيمات في الدول العربيه او دول الخليج انهم يستافدوا من هذه الورقه هذه، فهي كتجي ممتازه. غادي نوريكم حتى الطريقه نتاع القلي نتاعها، يعني هي بحالها بحال ورق القلاش، غير هي كتجي مقطعه خالصه. كنبقاو تنكملوا بهذا الشكل هذا، وكتجي سهله وسريعه لانها مقطعه، ما كتاخذش معنا الوقت بزاف. انا كنبقى كنطوي فيهم بهذا الشكل هذا وكنخليهم حتى الاخر، عاد كندير لهم الماء والدقيق. غادي نعاود معكم هذه كيف ما واضح اخواتي. فبهذا الشكل هذا اذا جبتوا ورقه البسطيله كديروا جوج الاصابع وكتقطعوا بالمقص، يعني تحاولوا انكم تقطعوها صغيره. هذه راها صغيره عندي بزاف. وهنا كيف ما واضح غادي نديروا الماء والدقيق ونسدوا بهذا الشكل هذا، ودائما نحطوها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش معانا. بالنسبه للزيت ما كيكونش سخون بزاف، يعني غير واحد شويه باش ما كتنفخش معانا هذا الورق هذا. وكنبقاو بهذه الطريقه هذه كندوروا، يعني النار كتكون وسط تقريبا شويه. كنبقاو كندوروا باش ما كتسديش معانا واحد، ما كيجيش فيها واحد الانتفاخات في العجين هذه. يعني غير بشويه بشويه كنحاولوا اننا نحركوها في نفس الوقت، يعني ما نخليوهاش في بلاصه باش كتطيب معانا مقاده. كنواصل هاد العمليه ما كنوقفش. وحتى الزيت اذا كان سخون عندنا في القليه الثانيه فكنحاول اننا نقصوا عليه مزيان. فكيف ما تشوفوا بحدي انا كندور فيها وهي كتقلى، يعني مقاده، ما كنخليهاش على جهه واحده، كنبقى نقلب فيها بهذا الشكل هذا. فاذا اخواتي وضعتوها في الزيت اللي تيكون حامي بزاف فهي كيف ما ذكرت ما كتجيش زوينه. وعادي يعني اننا نقصوا عليها النار، ما نخافوش منها، يعني ما كتشربش لينا الزيت. كيف ما شفتوا معايا كيجي هذا هو الشكل تاعها، كتجي مقاده وكتجي طيبه طيب واحد بالطريقه اللي ذكرت اخواتي. منين
طابت الكميه كامل اللي عندي وضعتها في العسل عندي في القناه. غادي نترك لكم الرابط نتاعو ان شاء الله بحول الله. وتنخليوها تقريبا مده ساعه يعني منقوعه في العسل حتى كتشرب معنا داك العسل كامل. بالنسبه للتزيين هنا عندي شويه ديال البيستاش اللي خديته وطحنته مزيان. غادي ناخذ هاد البريوات وغادي نبدا تندير فقط الزوايا بهذا الشكل هذا. فكيف ما تشوفوا اخواتي الشكل كيجي جميل رغم ان الجو مغيم، فالشكل كيجي رائع وجميل. بغيتو ديروا جلجلان اللي بغيتو ديروه هنا. غادي نعاود معكم. كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للوز افيلي اولا رقائق اللوز فغادي نوضعو بهذا الشكل هذا. كنغطسو غير جهه وحده، يعني ماشي ضروري اننا نديروها كامله نلبسوها باللوز، فقط من جهه وحده. هنا كيف ما واضح كتعطي واحد الشكل يعني كتقدم به طريقه بريستيج وجميله. ممكن تقدموها على الطريقه تاعنا التقليديه الاصيليه كيف ما كنا تنقدموها زمان، يعني فقط بريوات. غادي نكمل كامل الكميه ونلتقيو في الشكل النهائي. وكنعتذر مره اخرى على الصوت تاعي كان شويه عيان. وان شاء الله اخواتي نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. هذا هو الشكل النهائي. بالنسبه لهاد البريوات فهما كيف ما ذكرت اخواتي عطاوني في 4 كيلو 56 حبه، وممكن انهم يعطيوكم حتى ل 60 حبه على حسب يعني القياس نتاع الكويره نتاعكم. اذا عندكم الميزان اخواتي فعبروا 7 الغرامات 6 الغرامات اللي بغيتو. ان شاء الله هاد لا فيديو هذا ينال اعجابكم. الى اللقاء في فيديو من فيديوهاتي.